أهلا بيكم في كلام إلهام. في أم بتحكي لي إن كان في عريس متقدم لبنتها، والموضوع كان ماشي تمام جدا، واتكلموا وخدوا ودوا مع بعض العريس والبنت يعني، والأهل موافقين والدنيا تمام. فجأة العريس ده بعد، اختفى، مبقاش يظهر بالكام يوم. فطبعا الأم بتقول إن هي حبت تثبت له بقى إن هم شاريينه وإن نيتهم ناحيته كويسة، فابتدت هي اللي تكلمه وتتصل عليه وتطمن عليه. خير، في ايه؟ انت رحت فين؟ احنا بس بنطمن ان انت كويس وان الدنيا تمام معاك. رد فعل العريس ان هو اختفى اكتر، مبقاش يرد اصلا على رسائل الام. هي بتسأل طب ايه الغلط اللي احنا عملناه، وليه هو بعد، مع ان انا كنت بحاول اهو اتصل عليه واشوف احواله عامل ايه وهو في حاجة يعني، وبطمن عليه، وخصوصا ان هو مثلا كان ممكن بيمر بظروف معينة كده. الحقيقة اللي عملته الأم ده غلطة كبيرة جدا جدا. ما كانش المفروض إن هي تتصل بيه أصلا ولا تسأل عليه. هو بعد، سيبناه بقى خالص كده لحد ما يشوف حاله هيرجع تاني ولا لأ، عاوز يكمل الموضوع ولا لأ. هو كده بالظبط اللي بيحصل في معظم العلاقات، نلاقي طرف في العلاقة بعد، احنا بقى نحب نبين حسن نيتنا من ناحيته ونحاول نتصل عليه ونبين له قد ايه ان هو مهم بالنسبة لنا، ايا كان الطرف ده، سواء كان الراجل او كانت البنت حتى. يعني الراجل احيانا بيعمل كده برضو، يتصل بالبنت ويشوفها هي بعدت ليه، وكل ما هو يتصل بيها اكتر ويحاول يبين لها ان هو عاوزها اكتر، كل ما هي تبعد عنه اكتر. طبعا انا قلت الموضوع ممكن يمشي راجل او ست، يعني كل ما تحاولوا يا جماعه تثبتوا للي قدامنا ان انتوا عاوزينه وان انتوا بتحاولوا تتواصلوا معاه بعد ما هو بعد، هو بيرجع 50 خطوه لورا، لان هو كده حاسس ان انتوا مدلوقين عليه قوي. بعض الناس هتقول سبحان الله، ما احنا بنبين نيتنا من ناحيه الشخص ده وان هو مهم بالنسبه لنا. غلط جدا للاسف. العلاقات الانسانيه عامله زي اليويو بالظبط، احنا نبعد هو يقرب، هو يقرب احنا نبعد، هي كده. حتى مهما احنا حاولنا نبين حسن نيتنا وان احنا نيتنا خير من ناحيه الطرف ده، مش بتتفهم كده خالص، بيستقل بيكوا وبيبعد اكتر واكتر. الصح ان احنا نعمل ايه؟ للاسف الشديد، ودي ممكن تكون معلومه مفاجاه بالنسبه لناس كتير، الصح ان احنا نهمله خالص او ما نفكرش فيه نهائي ونسيبه لوحده. ان شاء الله يبعد شهر، ما نسالش خالص ونخلينا احنا اللي بعيد، لحد ما هو يقعد مع نفسه كده ويحس ان احنا مش موجودين، ويبتدي يقول الله هم راحوا فين؟ يعني انا كنت فاكر ان انا لما اعمل كده هيرجعوا يسالوا علينا. ما تعملوش كده تماما، خلوه هو اللي يرجع تاني. طيب لو رجع، ايه التصرف الصح؟ هل نتضايق تاني بقى ونبتدي عادي وكأن مفيش اي حاجة حصلت ونبتدي نسأل ونقرب ونعمل؟ لا خالص. اول ما يرجع تاني بينوا اندهاشكم من الموضوع وان انتوا مستغربين جدا ان هو باعد كل الفترة دي وراجع كده عادي، مع ان انتوا خلاص اول ما هو رجع شلتوا الموضوع من دماغكم تماما، وهو ما بقاش موجود في تفكيركم. يعني بعده ده خلاه يتشال من تفكيركم، ده هيخليه يندم ان هو اصلا عمل الخطوه دي وان هو بعد من الاساس، ويعرف قد ايه الخطوه اللي هو عملها اللي ما كانتش في محلها ومش صح دي اثرت في وجوده في حياتكم وخلت رصيده عندكم يقل كتير. هنا بقى هو اللي هيبتدي بقوه ان هو يرجع تاني ويحاول قوي ان هو يبتدي يكون موجود في حياتكم مرة تانية. يعني احنا لما بعدنا ولما بينا عدم اهتمامنا لما رجع، كانت خطوة كويسة؟ اه والله كانت خطوة كويسة. هما البني ادمين كده للأسف الشديد، لما نديلهم اهتمام زايد هما يبتدوا يحسوا لا ان احنا قليلين وان هما اعلى مننا بكتير، بدليل اهو ان احنا جرينا وراهم. لكن لما نهملهم خالص ولما يرجعوا نهملهم تاني، يحسوا بقيمتنا ويبتدوا اكتر واكتر يعملوا تصرفات كتير تخليهم يرجعوا تاني في حياتنا بعد ما كنا احنا باين لهم، حتى ولو ده ما كانش حقيقي، ان احنا خرجناهم بره حياتنا. هو كده زي ما انا قلت، طبيعة البشر كده، نهملهم يرجعوا، نديهم اهتمام كبير يبعدوا. طب هل ده تصرف سوي؟ لا مش سوي، بس هي دي طبيعة البشر، ولازم نتعامل مع الاشخاص اللي في حياتنا بالمنطلق ده. زي المثال بتاع الام اللي احنا قلنا في الاول عليه، لو هي كانت اهملته والبنت اهملته وما اتصلتش عليه ولا سألت عنه خالص، هو اللي كان بعد شوية هيرجع تاني، لان في الاساس ما كانش فيه سبب للرفض غير ان هو بس حس ان هو قرب قوي ان هما عندهم استجابة عالية من ناحيته. لما يبينوا له ان هو مش مهم اصلا في حياتهم وان وجوده او عدمه مش فارق، كان هو اللي هيرجع تاني. للاسف الشديد هي دي طبيعة البشر. اعملوا كده يا جماعة، ما تدوش للناس اهمية كبيرة في حياتكم
لان ده بيخليهم يتمردوا عليكم. واتمنى ان انا كنت فدتكم، واي حاجه قلتها دلوقتي ساعدت ولو حد فيكم واحد بس ان هو يفهم الناس اللي قدامه بيفكروا ازاي. واستنوني في الحلقه الجايه من كلام الهام.